السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة كروكي جديدة في المول العجيب بواحد لاكريم اللي دارت ضجة في مواقع التواصل. زدت بنة خيالية وراح تذكرك بالكاطو تاع بكري. انا شخصيا هذه الوصفة من احب الوصفات عندي اللي راني مدايرتهم في القناة. نتمنى تتبعوا الوصفة من الاول للاخر به ما تراطيو حتى مرحلة وما تفوتكم حتى تفصيلة ولا أستوس به ينجح معكم. ونبداو على بركة الله. مقادير الوصفة تاعنا: أول حاجة عندي كاسرون ندير فيها نص كيس تاع مارغرين ذايبة كيما راكم تشوفون. نفس الكيس نكيل بيه الزيت، نص كيس تاع زيت ثاني، نضيف هذاك الزيت ثاني على المارغرين. ونفس الكيس نكيل به العسل، عندي نص كيس تاع عسل، ونضيفه على المكونات كيما راكم تشوفوا. هاي لكم. وعندي نص كيس ثاني بنفس الكيس تاع سكر. والحلاوه في هذه الوصفه كيما دائما عودتكم تجي معتدله، ما يجيش حلو خلاص، يعني يجي حلاوه تاعو مليحه. وعندي مغرفه صغيره تاع بيكربونات، نحطهم على نار هادئه ونبقى نحرك. شوفوا نبقى نحرك حتى نحس باللي السكر ذاب. كي يذوب السكر حوالي 4 دقائق ونطفي عليه، ما نخليهش حتى يتكرمل ويتحرق. جوست يذوب السكر نحيه ومن بعد يكمل يذوب بالحراره تاع لاكريم. نروح نحي هذاك الخليط تاعي نديرو في ريسيبيون ويا نخليه يبرد. والله لعبت مزروبه هكذا نقعد نحرك فيه حتى يبرد. كيما راكم تشوفوا انا دوك نبقى نحرك فيه حتى يبرد. كيما راكم تشوفوا شوفوا كي برد لي الخليط تاعي كيف تحصلت عليه. شوفوا القوام تقول له توفيا كراميل، القوام تاعو رائع. نروح نجيب لافاني، درت 2 مغارف معمرين لافاني، مغارف صغار، نخلطها كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نجيب البيض. شوفي اذا كان البيض تاعك كبير ديري 3 بيضات، واذا كان البيض تاعك صغير ديري 4 بيضات. انا هنا البيضات تاعي كانوا صغار درت 4 بيضات. ونخلط المكونات كيما راكم تشوفوا حتى يتجانس هذاك البيض مع لاكريم الاولى اللي طيبناها. من الافضل يعني تخلطوا بالباتر باه ما تعبكمش بزاف، سينو تقدري ديري بالفوي برك. ها ليكم. هذه المرحله لازم تخلطي مليح باه هذيك لاكريم تتخلط مليح مع البيض وتحصلي على خليط متجانس كيما راكم تشوفوا. هنا راني خلاص تحصلت على الخليط تاعي. البيض دخل مع هذيك لاكريم مليح. هاي ليكم. وزيدي حركي، يعني قلت لكم هذه المرحله تحرك فيها ضروري نجاح الوصفه. خلاص هنا شوفوا على واش تحصلت. دوكا جا وقت الفارينه ندير بشوي ونخلط ونشوف، لانه اصلا هذا الكروكي العجينه تاعو تجي تتلاصق ما تجيش من شغل هكذا يابسه شويه. ونديرو باكي تاع الخميره ونخلطوا المكونات كيما راكم تشوفوا حتى نشوفها بدات تتلم. انا هنا مازال تحتاج الفارينه، راح نزيد نضيف الكميه الثانيه تاع الفارينه ونخلط ونشوف. اذا بدات تتلم خلاص ما نزيدش، اذا كانت مازالت العجينه سايله نزيد. هنا مازالت العجينه تاعي شويه سائله، مازال تحتاج شويه فارينه. هنا في هذه المرحله نضيف الكميه الثالثه تاع الفارينه ونخلط ونشوف. نظن باللي هذه الكميه الاخيره اللي نضيفها، لانه اصلا العجينه راهي بدات تتلم.
هاي ليكم قلت لكم عجينه الكروكي هذه راهي تجي تتلاصق. وهكذا نخلط ونزيد الفرينه بشوي حتى نوصل للقوام المضبوط. هنا نزيد شويه فرينه، راني حسيتها مازالت شويه تتلاصق على القوام اللي لازم توصل ليه. نحي لا ماغيس دوكا وندخل هذيك الفرينه في العجينه بيدي. خلاص نظن هذه هي الكميه الاخيره تاع الفرينه. هذا هو القوام اللي راني نحوس عليه في العجينه تاعي. نحاول نحي هكذا يديا من العجين. نروح نجيب لي مول تاوعي اللي راح ندير فيهم الكروكي تاعي. نقسم العجينه على زوج. شوفي لا عندك هذو لي مول ديري فيهم، اللي ما عندكش ديري في صينيه كبيره. الشكل تاع الكروكي العادي اللي مالفين نديروه، حربوش طويل وخلاص. ندهن لي مول تاوعي بالزيت، ومن بعد نحط عليهم العجينه تاع الكروكي ونحاول نمشيها. شوفوا كيف نحاول نمشيها هكذا بالاصابع برك. انا نشتي ندير في هاد الليمون خاطر يجي الشكل تاعهم كامل كيف كيما راكم تشوفون. نزيد المول الثاني تاعي نمشي العجينه تاعي مليح، ومن بعد نجيب مغرفه ونحاول نليسي السطح من الفوق ما يجيش اثار الاصابع تاعي. وراه ما ياخذش وقت طويل في الفرن، حوالي 10 دقائق على درجه حراره 180. وندخلهم فرن مسخن مسبقا كما قلت لكم درجه الحراره 180 مده 10 دقائق، وما تغفلوش عليه. ننتقل معكم المرحله الثانيه اللي هي لا كريم تاع الكاكابيشو اللي بزاف بنينه. نجيب في ان ريسيبيون 120 مارغرين اوبلين تكون بحراره الغرفه، شرط ضروري. نباتيها هكذا بالباتور شويه حتى تضاعف كما راكم تشوفوا، ونزيد لها 60 غرام تاع كاكابيشو، اي كاكابيشو تحبيه. نفتتو هكذا على هذيك المارغرين باه يجيني ساهل كي نباتيه. نباتي هذاك الكاكابيشو مع هذيك المارغرين مليح حتى يذوب الكاكابيشو مليح مليح. ومن بعد المرحله الاخرى عندي زوج مغارف كبار تاع لا بودر شونتيي، نضيفها على الخليط تاعي ونكمل نباتيه حتى هذيك لا كريم لا بودر شونتيي تذوب ويضاعف حجم تاع لا كريم. هاي ليكم لا كريم، صدقوني واحد ما راح يعرف مكونات هاد لا كريم كون ما تقولوش نتوما، وكامل راح يسقسوكم عليها. هذه هي لا كريم تاعنا واجده. هذه انا راح نزين بها الكروكي تاعي. نروح نشوف الكروكي اذا كان طاب. شوفوا شو كيف حمرته، خذا اللون الذهبي الجميل كما راكم تشوفوا. وانا هنا اني خليته يبرد مليح مليح، ومن بعد نديموليه بهذه الطريقه. شوفوا اللون الذهبي من الجهتين ما شاء الله. انا دائما نشتي نحمر الكروكي تاعي مليح، يجي فيه جو سبيسيال كي تحمروه. ومن بعد نجيب موس نحي الحواشي هذوك، اصلا راني راح من بعد نزين بهم. هاليكم كيما راكم تشوفوا. من بعد هذو الحواشي نرحيهم ونزين بهم، نفتتهم هكذا ونزين بهم. سينو تحبوا تزينوا بنوات كوكو ولا كوكي ولا كيما تحبوا، انا حبيت نزينو بهذو الحواشي اللي نحيتهم. ومن بعد نروحوا نبداو في التزيين تاع الكروكي تاعنا.
لاكريم تاعي نقسمها على 2 كميات متساويه باه تكفيلي لي 2 بودان تاع الكروكي تاعنا. كيما راكم تشوفوا نديرها على السطح هكذا ونبدا نمشي فيها. شتو لا قلت لكم تخليوها في حراره الغرفه بهكذا تمشيوها بكل سهوله ما تغلبكمش. ومن بعد نزيدو نديرو على الجوانب نغلفوها كامل كيما راكم تشوفوا. نتحصل على هذا الشكل ونزيد نروح للبوتان الثاني تاعي، نزيد نكمل نمشي عليه هذيك لاكريم من الفوق على الجوانب مليح مليح ونليسيها مليح. ومن بعد ننتقلوا لاخر مرحله اللي هي كما قلت لكم مرحله اختياريه. تقدروا تخليوهم كما راهم، تقدروا ديروا من الفوق نواه كوكو، تقدروا ديروا كوكاو، تقدروا ديروا كاكابيشو، تقدروا ديروا كما درت انا الحواشي اللي فتتهم قبيل معكم زينت بهم من الفوق. نكمل نزين الكروكي ومن بعد نقطعوا معكم. راكم تشوفوا يعني كميه تاع وجه زاكيه، نص كاس تاع زيت، نص كاس تاع مارغرين. شوفوا دار لي حوالي 20 حبه، لا ماشي كثر، والحبات كبار يعني. دوك تشوفوا معايا كيف قطعتهم، ما قطعتهمش صغار. تقدري تخلي حتى تبرد، ديري في الفريجيدير تبرد لاكريم بعد تقطعيهم، سينو تقدري تقطعيه طول. دوك تشوفوا كيف قطعتهم. حبيت ندير الحبات يعني كبار، ما حبيتش ندير حبات صغار باش تشوفوا كيفاه زاكي يعني. وها هي لكم النتيجة، روعة، يجي كأنه باتيسري. صدقوني الكو تاعو راح يذكركم باتيسري تاع بكري. نتمنى تبارطاجيو الفيديو وتخليو تعليقاتكم باه نزيد نحط لكم بزاف تاع وصفات ناجحة. واش هي طيب.